يا صباح الفل، صباح الورد والسعادة. هو ده دايما اللي انا بتكلم فيه، ان اغلب الناس بتمشي بالراحة في الحارات الشمال وفي نص الطريق، وبيسيب الحارة اليمين فاضية زي ما انتوا واخدين بالكم كده. انا غلط اللي انا امشي بسرعة في حارة اليمين، يعني الحارة اليمين دي دايما بتاعة البطيء. طبعا الجراند ده ماشي بالراحة، هعدلكم بس دلوقتي وتحس ان الدنيا تايهة. يعني الميكروباص دخل في الشمال ومش عارف هو راح فين، وادي ال 28 ماشي بالراحة، وادي الباشا الاحمر ده جه في النص وسنطرها. اتفرجوا بقى على الايه، على المسخره اللي هناك دي. العيب فينا يا جماعه، والله اقسم بالله العيب فينا، العيب فينا فعلا يعني العيب مش في الطرق ولا في الحاجات اللي بتتعمل، ده الرادارات دي حلال. طبعا الباشا اقصى الشمال زي ما انتم شايفين، هو ماشي على مهله خالص، ولا حياه لمن تنادي. والباشا اللي قدامي ده كمان. اجي بقى انا استلم الشمال بقى، اللي هو المفروض ده انا استلمه من زمان قوي يعني. بسم الله. ادي كده تمام. ماشي، هنقابلني بيها ايه؟ هتقابلني اللانسر ماشي بالراحة، يعني عشان اخرج من اللانسر الانترا ماشي بالراحة في نص الطريق اهو. وادي اللي جنبه السوزوكي. انا لا تعليق، والله لا تعليق. يا ريت ثقافة الناس تبقى يعني نختلف في التفكير بتاعنا في السواقة، ونفكر ان ده قانون ودي طرق وقواعد لازم نمشي عليها. بجد انا مستاء جدا من السواقة في مصر، جدا 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 جدا. يلا تحياتي ليكم جميعا.